تصاعدت حملة جديدة في السعودية للمطالبة بإقالة وزير مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أحدث تعبير عن الغضب الشعبي من أداء الحكومة ووزرائها. وطالبت الحملة بإقالة وزير العمل والموارد البشرية في السعودية أحمد الراجحي بسبب فشله في الحفاظ على حقوق المواطنين في التوظيف وتسلط الأجانب على القطاع الخاص والسيطرة على الوظائف. وتصدر وسم إقالة الراجحي مطلب وطني الترند في السعودية وسط إجماع على التنديد بفشل الأداء الاقتصادي للحكومة وعجزها عن القضاء على معدلات البطالة القياسية في المملكة. ووصف خريجون سعوديون الراجحي بالفاشل وطالبوا برحيله في ظل فشله في معالجة قضية السعودة وارتفاع معدلات البطالة في المملكة وتفشي الفساد التجاري وانتشار ظاهرة الرشوة. يقدم الاقتصاد السعودي أداء سلبيا بشأن مواجهة أزمة البطالة في المملكة رغم الترويج المستمر للوعود من ولي العهد محمد بن سلمان بشأن الحد منها. وأظهرت الإحصائيات الرسمية للربع الأول من عام 2021 انخفاض البطالة بين المواطنين السعوديين إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب ال5 سنوات، لكن الإحصاءات تشير إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى تنقص السعوديين الراغبين أو القادرين على العمل وليس بسبب توفر الوظائف، مما يعني أن هذه الأرقام تحمل مؤشرا سلبيا عن أداء الاقتصاد السعودي وليس العكس. وتؤكد مراكز اقتصاد دولية أن تراجع البطالة بين السعوديين مؤخرا وفق ما تروج السلطات في المملكة كان مدفوعا جزئيا بخروج العديدين من دائرة القوى العاملة، وهي أخبار غير مرحب بها بالنسبة لولي العهد الذي وضع توليد فرص العمل للشباب في قلب جدول أعماله. وانخفض معدل البطالة إلى 7.11% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب 6.12% في الربع الرابع قياسيا في ذروة وباء كورونا. ومع ذلك تراجعت مشاركة المواطنين في القوى العاملة من 2.51% في الربع الرابع من عام 2020 إلى 5.49% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ الانكماش الاقتصادي في عام 2017. وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا العام الماضي إلى رفع بطالة المواطنين السعوديين إلى 4.15% وسط شكاوى من سوء الأداء الحكومي والعجز عن وضع حلول جدية. وطالب المغردون برحيل الراجح الوزير الفاشل والذي يواجه قضايا قضائية في دولة الإمارات ويتلاقى الرشاوى المالية من الوافدين الأجانب، ويواجه الراجح أزمة قضائية غير مسبوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أساسها الإساءة للعائلة الحاكمة. والراجح متورط في قضية احتيال ضخمة وصفت بأنها أكبر عملية احتيال عقاري في منطقة الشرق الأوسط في إشارة إلى قضية شركة تعمير. وبحسب ما تكشف الوثائق فإن صقر بن محمد بن زايد آل نهيان قرر رفع قضية ضد الراجحي، وكان برنامج مخفي أعظم لقناة الجزيرة كشف معلومات حول قضية شركة تعمير التي ورد ذكر اسم الشيخ صقر فيها. وقام الشيخ صقر بتاريخ 9 من نوفمبر 2020 بالتواصل مع المؤسسة للتأكيد على فساد الراجحي، وأوضح الشيخ صقر بأنه صدم بالأدلة التي تؤكد تورطه في أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط والتي ارتكبها الراجحي وإخوته. وأفاد الشيخ صقر بأنه أجرى تحقيقا داخليا توصل من خلاله إلى من قام بتزوير الرسالة الصادرة عن مكتبه والتي تطلب من المنطقة الحرة لمطار الشارقة القيام بإجراءات غير قانونية فيما يخص شركة التعمير العقارية، وقاد ذلك إلى الاستيلاء على أصول تعمير وتحويل ملكيته لشركات وهمية. وأعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من استخدام السلطات السعودية لنمط الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق التي تطال أفرادا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية. وأكد الخبراء أن تلك الاعتقالات تتم على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية المشروعة في التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات، كما أبدوا مخاوفهم من إساءة معاملة المدافعين ونشطاء أثناء اعتقالهم. وشدد المقررون الخاصون على أنه لا يمكن اعتبار النقد غير العنيف لسياسات الدولة أو مؤسساتها بما في ذلك القضاء جريمة جنائية في أي مجتمع يحكمه القانون ويلتزم بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان. ووقع كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية على رسالة أرسلت إلى الحكومة السعودية في 30 من نوفمبر 2021. وأشارت الرسالة إلى معلومات تلقاها المقررون بشأن اعتقال متعسفي ومداهمة منازل المدافعات عن حقوق الإنسان السيدة أسماء السبيعي والسيدة مها الرفيدي، والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني والسيد فوزان محسن عوض الحربي،
والسيد عيسى النخيفي والسيد خالد العمير. وفي الأول من يونيو 2021 داهم ضباط يزعم أنهم ينتمون إلى رئاسة أمن الدولة منزل السيدة السبيعة دون أمن قضائي، وبحسب ما ورد صادروا أجهزة إلكترونية شخصية واقتدوها إلى مكان مجهول. وبحسب الرسالة فإن اعتقالها واحتجازها تعسفيا جاء ردا على منشوراتها على موقع تويتر، والتي عبرت فيها عن آرائها في الدفاع عن حقوق المرأة ودعم النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري. كما نشرت السبيعة على حسابها على تويتر دعاية لحقوق المعتقلين والدعوة إلى أن تكون محاكماتهم علنية، وانتقدت الأحكام الصادرة بحقهم نتيجة تعبيرهم السلمي على الإنترنت، وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي. وفي 28 من سبتمبر 2019 اعتقلت الرفيدي دون أمر قضائي واحتجزت بشكل تعسفي بعد أن داهم ما يقرب من 30 شخصا بمن فيهم رجال مسلحون وملثمون وأولئك الذين ارتدون الزي العسكري منزل أحد أفراد عائلة سيد الرفيدي، حيث كانت تقيم، وصادروا أجهزة إلكترونية. وبحسب ما ورد احتجزت في الحبس الانفرادي في سجن شعار لمدة 2 شهرين بعد اعتقالها، وبعد ذلك تعرضت للضرب وسوء المعاملة قبل نقلها إلى العنبر العام دون تهمة. ووفق المعلومات فإن اعتقال الرفيدي واحتجازها التعسفي مرتبطان بنشاطها على تويتر، حيث قامت بتغريدة لدعم حقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي، لكنها لم تواجه تهما بها. في 15 من أغسطس 2021 أعلن الدكتور القحطاني إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء معاملة إدارة السجن الحائر للسجناء ومصادرة كتبه وعدم استعدادهم لنقل عدد من النزلاء الذين يعانون من أمراض نفسية. وانضم إلى الدكتور القحطاني في إضرابه عن الطعام الحربي والنخيفي وعدد من معتقلي الرأي الذين ورد أنهم في حالة صحية سيئة في العنبر بسجن إصلاحية الحائر في الرياض. وبحسب ما ورد فإن المعلومات المتعلقة بظروف الاعتقال في هذا الجناح قد قيدت بشكل صارم من قبل السلطات من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية مع العائلة ومنع مناقشة الأمور المتعلقة بالإضراب عن الطعام أو مطالبهم. في 6 من يوليو 2018 تم اعتقال العمير دون تهمة بعد أن قدم شكوى إلى الديوان الملكي السعودي مكتب الملك ضد ضابط في إدارة المباحث العامة، والذي ورد أنه قام بتعذيب السيد العمير خلال فترة سجنه من ديسمبر 2008 إلى إبريل 2017. في 24 من أكتوبر 2019 أخبر العمير أنه لن تكون هناك جلسات استماع أخرى لقضيته ولم يتم إعطاؤه قائمة التهم. ومع ذلك في إبريل 2021 عقدت جلسة استماع أخرى للسيد العمير أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن 7 سنوات على أساس أنه كان يقود الأنشطة الهادفة في الإضرار بأمن المملكة.